بيراميدز ينفي ضم ديونغ. رغم وجود تواصل من وسيط مع ديونغ ووكيله مقابل 3 ملايين دولار سنوياً، بيراميدز ينفي تماماً التفكير في ضمه. الأهلي يرفض تقسيط صفقة كوكا. الأهلي يشترط دفع كامل قيمة الصفقة كاش لقاسم باشا التركي بسبب عدم التزام الأندية التركية سابقاً. مروان عطية يرزق بمولودته الأولى. اللاعب يستكمل برنامجه التأهيلي للعودة إلى الملاعب الشهر المقبل. الأهلي يرفض رحيل أحمد عبد القادر. يرفض النادي انتقاله مقابل مبلغ مالي ويمنحه حرية تحديد وجهته لتفادي عقوبات محتملة من محمد يوسف. صفقة إيفرتون تثير الجدل. بيراميدز يحاول تصدير فوزه بصفقة إيفرتون بمبلغ 2.8 مليون دولار وراتب مضاعف عما كان سيحصل عليه مع الأهلي. مستقبل حسين الشحات في الأهلي. أحمد حسن يلمح بعدم تجديد عقد الشحات، والأهلي يرد بأن التمديد للاعبين المنتهية عقودهم قيد التنفيذ. عقوبات الموسم الجديد صارمة. أي تلفظ عنصري أو ديني من اللاعبين يعرضهم للإيقاف 5 مباريات وغرامة 50,000 جنيه. ريبيرو يتحفظ على أوغستين منصور. مدرب الأهلي لم يتحمس سابقاً للتعاقد مع لاعب الوسط الفلسطيني، لكن اسمه سيطرح من جديد لتعويض كوكا. الأهلي يهاجم خالد الغندور. قناة النادي تطالب بردع الغندور بسبب تصريحاته التي تثير الفتنة بين الجماهير، خاصة بعد فتح ملف الإسماعيلية. فاركو يريد استعارة محمد عبد الله. ريبيرو لا يمانع خروج اللاعب على سبيل الإعارة وفاركو يدخل على الخط. ريبيرو يطلب تقريراً عن ريان رحيمي. المدرب يطلب ملفاً كاملاً عن ظهير بنزرت التونسي تمهيداً لاحتمالية ضمه. بيراميدز يفوز ودياً على بطل إيران. انتصار ودي ب2-1 ضمن معسكره بتركيا. انقسام في الزمالك بشأن دونجا. الزمالك لم يحسم قراره بشأن تجديد عقد نبيل عماد دونجا، ويمنح المدرب يانيك فيريرا حرية القرار. النصر والاتحاد السعودي يصارعون على دوناروما. غوارديولا يلمح للرحيل عن السيتي. قد يترك النادي الإنجليزي بنهاية الموسم تزامناً مع نهاية عقده. خالد جد الله. مباريات الزمالك صعبة. يرى أن بداية الزمالك أمام سيراميكا أصعب من بدايات الأهلي وبيراميدز، ويتوقع منافسة قوية من الفرق الصاعدة. الأهلي الأقرب للقب محلياً وإفريقياً. النادي يمتلك فريقاً مكتملاً يمكنه المنافسة بفريقين، على عكس بيراميدز الذي لم يدعم صفوفه بشكل كاف. موداو ثاني أفضل ظهير في إفريقيا بعد أشرف حكيمي. اللاعب يملك إمكانيات عالية وسط غياب الأندية المصرية عن المنافسة لضمه. ضياء السيد يبرر غضب جماهير الزمالك من زيزو، يصفه بالطبيعي بسبب طريقة رحيله، ويتوقع تألقهم مع الأهلي حال التزامه. الأهلي يمتلك أفضل أجنحة في مصر. زيزو، الشحات، رضا سليم وغيرهم يمكنهم اللعب أساسيين، ولا يوجد نجم واحد مميز عن الباقي. الأهلي مطالب بالتواضع رغم قوته، تحذيرات من الغرور بسبب عدد النجوم، والتأكيد أن الفوز يتطلب العمل الجماعي والاحترام لكل الخصوم. ريبيرو يقترب من تشكيل الأهلي الأساسي. مطالب بإعطاء فرصة للمهاجم الشاب حمزة عبد الكريم. محمد شريف مرشح للعودة للمنتخب. إذا تألق مع الأهلي في الدوري فإن عودته واردة. محمد إسماعيل إضافة للزمالك. مدافع زاد يقدم مستوى جيد، ومصطفى شلبي قد يتألق مع البنك الأهلي.